السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بصوا بقى الكنافة ديت الجميلة دي هنعملها النهاردة مع بعض، وهنكسب كل اللي بيبيعوا كنافة دول. هنقول لهم اقعدوا بقى على جنب اركنوا كده شوية. بس قبل اي حاجة، لو انتوا حبايبي مش مشتركين معانا، ارجو الاشتراك كده عشان عائلتنا تكبر باذن الله بينا كده وبيكم. وما تنسوش اللايك على الفيديو، كومنت حلوة كده منكم، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. شايفين طبعا الكنافة عسل، لا وطعمها ايه ما اقولكمش. يلا بينا يا جماعة نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بقى في أعمال الكنافة. طبعا أول حاجة هنعملها، هنعمل الشربات بتاع الكنافة. هنحط كوبايتين سكر على كوباية مية ونحطها على النار، ونص ليمونة. وخلي بالكم يا جماعة، نص الليمونة دوت مهم جدا. تعالي بقى يا فوزية علشان نعمل أهم حاجة لازم تتعمل. أول حاجة ايه هي بقى؟ هنعمل الشربات نحطه على النار. مكوناته كوبايتين سكر وكوباية مية. طبعا هنعمله أول حاجة علشان لازم يا إما الكنافة سخنة يا إما الشربات سخن، فطبعا احنا هنعمل الشربات علشان هو اللي يبرد والكنافة تبقى سخنة معانا. بعد كده يا ست الكل هنجيب كوباية مية نفس المعيار بتاع السكر ونحطها مع السكر. طبعا ونص ليمونة اللي قلتلكوا عليها هنعصرها بس نشيل البذر منها. طب تاني حاجة بقى هنعملها ايه؟ هنعمل الكاستر. طبعا كوباية ونص لبن على كيس كاستر كده زي ما انت حابة بقى، عايزاه بالفراولة عايزاه بالفانيليا عايزاه بالمانجا، يعني زي ما انت حابة الطعم اعملي بيه. تمام. والله بقى لو عملتي بقى الكنافة ديت بالمانجا يا سلام. تجيبي كده منجاية حلوة كبيرة كده وتخرطيها ترانشات، وبعد ما تحطي الكاستر بقى على الكنافة تروحي رص عليها بقى المانجا. ما اقولكيش على طعمها. عملنا الكاستر معانا اهو. طبعا واحنا بنحطه هنقلب الكاستر كويس جدا يا جماعه طول ما احنا واقفين نقلبه علشان ما يكلكعش معانا. كده انا كنت حاطه الكنافه في الفريزر بس للاسف ما لحقتش تنشف. لما بتحطي الكنافه في الفريزر وتيجي تعمليها كده بايديكي هتتكسر معاكي بكل سهوله. انا بقى علشان كنت يعني بنتي كانت لسه جايباها وما حطيتهاش في الفريزر، رحت بقى مقطعها قطع صغيره قوي بالسكينه او بمقص اي حاجه، وممكن تقطعيها بايديكي يعني زي ما انت حابه. طبعا بقى قبل ما اقطع الكنافه كنت انا حاطه بقى ايه، يعني حوالي ربع كوبايه سمنه، كنت سايباها كده جنب النار علشان تفك شويه. لو في برضو كلكعه كده معانا تفك كده بايدك. بصوا هشه بقى وماسكه في بعضها كده. هنجيب بقى ربع كوبايه سمنه ديت وهنرشها كده ايه بالمعلقه على الكنافه بتاعتنا. بعد كده يا فوزيه اخلطي جامد مع بعض كده لحد لما الكنافه تتشرب من السمنه وتبقى فله. شايفين؟ بعد اذنكم بقى انا هشمر وهبعد عن الكاميرا بقى واروح اشتغل معانا وهي لوحدنا. هنا جبت معلقه سمنه وحطيتها في الصينيه اللي انا هعمل فيها. بعد ما تسيح كده زي ما انتوا شايفين نقعد بقى ننزلها كده في بين الجوانب علشان ايه؟ الكنافه بتاعتنا تتشرب. وادي يا فوزيه خدنا نص الكنافه نحطها بقى في القعر ونبططها جامد قوي يا جماعه، خليها كده زي الورقه. وبعد كده هنحط بقى ايه؟ هنحط الكاستر بتاعنا بس مش هنوديه للاخر علشان ما يبقاش الطرف بتاعه يعني يتحرق مننا او تسيح. لا، هنعمله كده في النص مش في الاخر. ويلا بينا بقى يا فوزية نحط نص الكنافة التاني. هنفردها برضو كويس قوي ونطبطب عليها كده لحد لما تبقى سوا واحد. طبعا هنكون بقى حاطين الطبق اللي احنا هنقلب عليه الكنافة، نحط عليه
وتعالوا بقى اقول لكم على الجزء اللي احنا عملناه ورا الكاميرا. طبعا حطينا الصينيه على النار تكون مش عاليه قوي، تكون هاديه، وهنقعد كل كام ثانيه كده نلف الصينيه، كل كام ثانيه نلف الصينيه لحد لما نحس ان هي اتحمرت من تحت. بعدين نقلبها على الطبق زي ما انتوا شفتوا. حطينا معلقه سمنه تاني في الصينيه هي، وحطينا الجزء اللي ما اتعملش في الصينيه، ودي بقى كده خلص. في حته لازقه اهي مش مهمه، هندويها يعني مش هتقول حاجه. نجيب بقى طبق التقديم ونقلب بقى، هنخلي ظهرها من تحت ووشها من فوق. وادي اهي الكنافة كانت ما شاء الله تحفة. نلم بقى الهيصة اللي احنا عملناها ديت ونروح نجيب الكنافة والشربات عشان نسقيها. المفرش دوت كان هيسيح لكن الحمد لله ربنا ستر. ادي الكنافة الجميلة بتاعتنا، وادي الشربات التحفة برضو بتاعنا. هنحط بقى الشربات على الكنافة كده بالكمية اللي انتوا عايزينها. هنسقيها كويس قوي من الجناب ومن النص، يعني مش هنخلي حتة فيها ما تشربش شربات. والله بقى لو عندك مكسرات، عندك جوز هند، عندك اي حاجة كده وتعمليها شبه التورتة كده. بس للأسف انا ما كانش عندي او عيالي مش بيحبوا الحاجات دي. هتعمليها بقى تحطي مثلا في الجوانب كده مثلا مكسرات يعني، او سوداني، جوز هند، اي حاجة يعني. ايه الحاجة دي بقى الاخيرة دي ليكي انتي. وده شكلها النهائي، وحبيت ان انا اقطعها كده واوريكم الخلطة من جوه عاملة ازاي. بصوا بقى جمال الكنافة، وطعمها كان تحفة جدا بجد. وهو ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو، كومنت حلو كده منكم زي ما انتم معوديني، ربنا ما يحرمني منكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامة.